هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد. راح اسوي تشريب اللحم الاحمر. دي بوتيتا وحده متوسطه الحجم، قطعتها مكعبات شوي كبيره، وبصلايه وحده، وفلفل حار يكون حسب الرغبه، ولحم، وعصير طماطة تقريبا 4 طماطات، ونص علبة حمص لان انا مسوية كمية قليلة، مسوية كمية تكفي نفرين. وعندي هنا معجون الطماطم، شوية زيت، كلش شوية نضيفوا الزيت. هسه راح نضيف اللحم وياه البصل. راح اضيف ورق الغار وحدة، 3 حبات قرنفل، وحبة من بصرة انا يعني شوية ثقبتها. اول شي اضيف الفلفل، بعدها البوتيتا. راح اتركه يحمص على نار متوسطة تقريبا من 5 إلى 10 دقائق. زين، راح اضيف معجون، اخلي المعجون يحمص وياها. بعد ما حمص المعجون راح اضيف عصير الطماطة. اذا تحبون تصفون عصير الطماطة اني ما اصفيه، بس اذا تحبون تصفوه تقدرون تصفوه. راح اضيف الحمص، ترسه ماي. هنا أنا راح أخليه من 3-4 ساعة إلى ساعة على نار متوسطة، وإذا احتاج مي تضيفوا له مي وتظلون تراقبوه. وأكيد راح أضيف له ملح، لكن الملح أضيفه قبل لا يستوي اللحم بشوية، ما يصير أخليه بالبداية، لأن إذا أخليه بالبداية راح يتأخر اللحم حتى يستوي. وهنا بعد ما استوى عندي وصار جاهز، أول شي بديت أخوطه، بعدين بديت أصبه. أول شي خليت طبقة واحدة من الخبز، بديت أصب عليها الماء، تضيفون كمية زينة من الماء لأن الخبز راح يمتصه كله. وبعدين خليت طبقة ثانية، أسوي هاي الطريقة على مود الماء مال التشريب يوصل لكل الخبز. وهنا بديت أضيف طبقة ثانية، أضيف كل المكونات مثل ما تشوفون. هنا وصلت إلى نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم وتجربون هاي الوصفة لأن كلش طيبة. وقبل لا ينتهي الفيديو ادعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ومع ألف سلامة.